اللي انا عايز اقول لحضرتك، وان شاء الله ما يحدث، وان شاء الله يكون انجاز عظيم جدا لاسم مصر ولمصلحه المريض المصري. هو ده اللي انا اتمناه. حضرتك متخيل انه لو حدث بالفعل انه احنا عندنا القدره دي او الاكتشاف ده اثاره العلميه والاقتصاديه على ثوره العالم علاجيه ثوره علاجيه لوباء يكاد يكون متفشي. انت عندك كل عام بيزيد 150,000 مريض يعاني من التهاب الكبد الوبائي. ده فيما يتعلق بالآفة المصرية. بيقتطع من ميزانية العلاج على نفقة الدولة ما لا يقل عن مبلغ قرب 750 مليون جنيه سنويا. هذا مبلغ كبير جدا جدا. وأهم من هذا وهذاك، بغض النظر عن التكلفة وبغض النظر عن الأعداد، هذا يؤثر على الإنتاجية والمضاعفات التي تلي التهاب الكبد وتليف الكبد والمشاكل عمليات زراعة الكبد وخلافه. هذا يمثل خطر داهم يهدد الكثير من الشعب المصري. ومسألة انك تقدر تعالج الايدز دي برضو ده ليها يعني اذا صحت. هقول لحضرتك على حاجة، احنا في مصر ما عندناش هذه المشكلة. يمكن المشكلة عندنا على المستوى العلمي الدولي. احنا عندنا في مصر مشكلة التهاب الكبد، وهو ده الصراع او الحرب الحقيقية. بكره الصبح ما يبقاش عندك ديون بكره الصبح لو صح ذلك. نتمنى هذا، ومن الجائز جدا ان يصح هذا، انما لابد من خضوع طريقة علاجية، سواء وسيلة طبية أو وسيلة جراحية، لابد أن تخضع للمنهج العلمي. تخضع من إخضاعه لبقية من إعادة النظر طبعا في المراحل مسؤول عن تقديم علاج للمريض في مصر وفي كل مؤسسة صحية، تعليم، جامعية، عسكرية. شايف